بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، بالنسبة للداطلي اللي بدون بيض راح نعطيكم المقادير والطريقة مباشر. تحضرون انتو على صفحة كوب ونص طحين، نص ملعقة نشا، وملعقة شاي بيكنج باودر. خلينا على صفحة. نحضر بجدرية كوبين مي، 4 ملاعق زيت، ملعقة شكر، ورشة ملح. بعد ما يفور المي والزيت والشكر ذني من يفورن، نخلي عليهن الطحين والبكن والنشا، نعجنهن عجن مضبوط حتى يضيع الطحين كليته ويتجانس ويصير عجينة مضبوطة. بعد ما تبرد شوية، قبل لا نصب احنا نكون محضرين الشيرة كل كوب وربع شكر، نص كوب مي، وتكون دافية، يعني لما نخلي بيها الداطلية دافية، لا باردة ولا حارة. هنا أنا مخلي العجينة بكيس الحلواني حتى نصبها بالزيت، لازم الزيت يكون دافي. نكمل تقطيع العجين كليته، بعدين نعلي النار ونقلب بيه مع تحريك مستمر. من ياخذ اللون اللي مطلوب، اللون الذهبي او الجوزي، نشيلها نشفها من الزيت ونخليها بالشيرة لمدة 6 دقائق او 7 دقائق لما تشبع بالشيرة. وبعدين نطلعها من الشيرة، نصفيها ونقدمها. هذا بالنسبة للداطلي اللي بدون بيض. اما هذا الداطلي اذا كان بدون بيض، انزل بيه فيديو ان شاء الله ثاني